عاجبك كده؟ اهي اختك سمعت صوتنا للجيران. مش كفايه الست اللي قاعده لنا 24 ساعه سامعه كل حاجه بتحصل جوه بيتنا؟ طيب هطلع انا والبنات نحط هدومنا في الاوض على ما تخلصوا نقل باقي الحاجة. من الأول كده يا بابا، أنا هاخد أكبر أوضة. واشمعنى يعني انتي؟ وانتي مالك؟ مالكيش دعوة، أنا بكلم بابا. من غير خناق، ريحوا نفسكوا، انتوا الاتنين هتقعدوا اصلا في نفس الأوضة. اهو احسن عشان تنبسط انتي. مبروك يا حبيبتي على البيت الجديد. انا جارتكو طنط نبيلة في الشقة اللي قصادك. سمعتك امبارح انتي بتتخانقي انتي والبنات عشان كسرتوا طقم التوابل. انا جبتلك واحد بداله، يا رب بس ذوقي يعجبك. اهلا بيكي. طب ليه كده حضرتك تعبتي نفسك؟ انا والله كنت هشتري غيره. يا حبيبتي انا زي والدتك، اي حاجة بس تعوزيها تقوليلي وهتلاقيها عندك فورا. شكرا يا طنط لذوق حضرتك. طب اتفضلي جوه، مش هنفضل نتكلم كده على الباب. حبيبتي الحاجة سلوى، الله يرحمها، الله كانت يرحمها يا رب. ساكنة هنا قبليكم من ساعة ما توفت وهي قطعت بيا. هو حضرتك ليه عايشه لوحدك؟ ما عندكيش اولاد؟ عندي ولد وحيد مسافر يشتغل برا ومتجوز وعنده أولاد، بس على طول معايا على التليفون ما بيسيبنيش ولا لحظة. وكمان بيجيب لي واحدة كده كل يومين تلاتة بتيجي تساعدني وتجيب لي طلباتي. ربنا يرجعه بالسلامه. أنا شفت بناتك بسم الله ما شاء الله عليهم، وناديت عليهم الصبح عشان كنت عاوزة أتعرف عليهم وأسلم عليهم، بس ما ردوش عليا خالص. مالهمش بقى أخ ولد يا بنتي؟ انا ما عنديش غير بنتين ومعوداهم ان احنا نكون في حالنا. احنا ملناش في الاختلاط قوي بصراحه. نورتيني يا طنط وبشكر حضرتك مره تانية. الأكل حلو قوي يا ماما، تسلم ايديكي. ويا سلام بقى لو بكرة عملتلنا شوية محشي من ايديك الحلوين دول. محشي؟ ارحمي نفسك. سيبيها يا رودي سيبيها. حاضر هبقى اعمل لكم. بصي انا نفسي بقى النهارده هفتني على شويه محشي، قمت عامله حله كبيره. انتي عارفه انا قاعده لوحدي، قلت اما اعمل حسابكم معايا، اكيد بناتك وحشهم قوي المحشي. يا طنط حضرتك بجد بتكلفي نفسك وبتتعبي نفسك. انا لو كنت محتاجه مساعده اكيد كنت هطلب منك، بس على العموم تسلم ايدك عن اذنك. بالهنا والشفا يا حبيبتي. الست اللي ساكنه قدامنا دي غريبه قوي. يعني ايه بتسمعنا واحنا بنتكلم وتبعت تجيب اكل وتعمله لنا؟ يا حبيبتي الناس الكبيرة دي بتبقى عشرية بزيادة، والموضوع عندها بيبقى حساس شوية. خلينا احنا ناخد بالنا من كلامنا قدامها، وانا هبقى احاول الفت نظرها بعدين. لا، انا لازم برضو احط لها حدود كده، ما ينفعش. اخيرا رديت يا حبيبي، بقالي يومين عماله هتجنن عليك واتصل بيك. مش قلت انك نازل يوم الاحد؟ جهزت الاكل وقعدت مستنياك، وفضلت سهرانه طول الليل ومفيش حد جه. انت يا ابني عامل ايه وولادك عاملين ايه؟ اوعى يكون فيك حاجه ومخبين عليا. يعني ايه يا حبيبي مش هتعرف تنزل السنه دي كمان؟ ليه؟ دي تاني سنة ما تنزلش فيها. هو انت مش في اجازة يا حبيبي؟ وما شاء الله بتقول انك بتفسح عيالك، يعني مش عايزين تيجوا تبصوا عليا؟ ده انا امك يا حبيبي وستهم، انا بقالي سنتين دلوقتي ما شفتهمش. اه. يا حبيبي لو موضوع فلوس انا ممكن ابعت لك عشان تنزل انت ومراتك وعيالك وتقعدوا معايا. خير ابوك موجود، تروحوا اماكن جديدة. ماشي، ماشي يا حبيبي، زي ما تحب. بس تبقى كلمني، هبقى كلمني بكرة، ها؟ ما تنساش والنبي. انا خايفه عليكي والكلام اللي بقوله لازم يتنفذ. خايفة عليا من ايه بس؟ أنا مش عيلة صغيرة، صحابي كلهم رايحين. انا قلت مش هتروحي يعني مش هتروحي. على العموم أنا هروح يعني هروح. يا حبيبتي صوتكوا عالي قوي، طولي بالك على البنات شوية. لو عاوزاني اخدهم واتكلم معاهم وهدهم لك قوليلي يا حبيبتي، انا برضو زي جدتهم. يا طنط انا محترمه ان حضرتك قد والدتي، بس بعد اذنك انا ما بحبش حد يتدخل في حياتي، لا انا ولا ولادي. واسفه لو صوتنا عالي، تصبحي على خير. عاجبك كده؟ اهي اختك سمعت صوتنا للجيران. مش كفايه الست اللي قاعده لنا 24 ساعه سامعه كل حاجه بتحصل جوه بيتنا؟ يا احمد شوف لك حل مع الست دي، يا اما نروح بيت تاني بقى. انا معتبر حضرتك زي والدتي، وعشان كده مش عايزك تزعلي من اللي انا هقوله. احنا طول عمرنا ناس في حالنا، ما بنتدخلش في حياة حد ولا حد بيتدخل في حياتنا. هستأذن حضرتك لو تتفهمي الموقف، ومش عايزين نشغل بالك بينا اكتر من كده. لا يا حبيبي، حقك عليا انا بس اللي كنت فاكرانا جيران. عامة انا اسفة، ربنا بس يكفيك شر الوحدة. انا ما كنتش بتصنت عليكوا على فكرة، انا بس زي ما انت شايف، البيت هص هص، ترمي فيه الابرة ترن. غصب عني كان اي صوت عندكم كنت بسمعه، وكنت بتصعبوا عليا، وكنت بس بحب اساعد. بس حصل خير. تصبح على خير يا حبيبي، روح عشان مراتك وعيالك زمانهم مستنيين.
كل باب مقفول بيفكرها إن محدش مستنيها. مين أصلا لسه فاكرها؟ عايشة في عالم وبرغم كل العالم كأن الدنيا ما فيهاش غيرها.